واحدة من 27 محافظة، الأكبر من حيث عدد السكان، عاصمة مصر. أهلا بيكم في المدينة التي لا تنام. احنا حاليا في طريقنا الى الهوستل. حاجز من على بوكينج، وقابلني مشكلة بصراحة اللي هو كان فيه اللي هو ممنوع العرب والمصريين يقعدوا في الغرف اللي هي هوستلز بتكون مختلطة وكده، ولكن في اماكن بتبقى بتسمح بحاجات زي كده يعني، ولكن بيكون الاماكن اللي هي يعني نوع واحد بس، يا بنات كله يا رجالة كله. الساعة دلوقتي 2 الظهر تقريبا، كمية زحمة خلينا نقول طبيعية، بس اللي مش طبيعي انك لو نزلت الساعة 3 أو 4 بعد نص الليل تلاقي نفس الزحمة، بس مع اختلاف الأشخاص، اللي راجع من الشغل واللي لسه رايح، في محاولة ان كل واحد يحافظ على دوره، مسؤولياته، أو حتى أحلامه. شكرا انك بتقوم بدورك، دورك فارق. اعمل لايك واشتراك في القناة علشان عايزين نوصل ل1000 مشترك، ويلا بينا نبدأ. احسن حاجه في الجاكيت ده انه واخد كل حاجه معايا، باور بانك، الوصلات، فلوس، بطاريه، كاميرا، النضاره، كل حاجه حرفيا. احنا دلوقتي بنسأل على مترو محمد نجيب عشان نركب نروح برج القاهره. احسن حاجه في المكان ده ان هو يعني ربع ساعه من كل حاجه تقريبا. خلاص احنا قربنا قوي. انا شايف البرج ده ليه قصه لذيذه كده، او احكيها لكم واحنا فوق. يا جماعه احنا مش في هواي في امريكا، احنا في الزمالك في مصر. يؤسفني ان اقول لكم ان انت لو جاي لوحدك الامن على البوابه مش هيدخلك، لازم يكون معاك مرافق، بسبب ان هم بيخافوا مثلا حد يخش ينط من فوق وكده يعني، للاسف يعني. لكن دلوقتي احنا هنبدا نتحرك على ممشى اهل مصر، وممكن ناخد جوله نيليه كده مع بعض. احنا حاليا دلوقتي يعتبر على الكورنيش، ممشى اهل مصر اهو، كل ده ممشى اهل مصر. ولكن المنطقه اللي قدام شويه بقى هي اللي فيها ايه، فيها الكافيهات وان انت تاخد مركب او فلوكه في النيل هناك. وهنا في، ولكن هنا اعتقد يعني مش متسعرين، هو وشطارته على حسب ما هيعرف ياخد منك. لكن اللي هناك التذكره معروفه ب50 جنيه للفرد، والدخول لممشى اهل مصر ب20 جنيه، فاحنا رايحين هناك بقى. التيكت الدخول كان ب30 جنيه للدخول للممشى. الأجواء هناك لذيذة واستجمام، ممكن تركبوا مركب في قلب النيل مع بعض، الفرد ب100 جنيه، أو لو حابين متاح تاخدوا مركب برايفت تقريبا ب1500. في مطاعم وكافيهات كتير برضو لو جعانين أو حاسين إنكم عايزين تشربوا حاجة، وفي برضو مقاعد على النيل مجانا عشان لو حابين تقعدوا وتستجموا من غير ما تشربوا أو تاكلوا أي حاجة. وممكن تتصوروا هناك برضو مع التمثال ده، تاخدوا صور حلوة قوي. حرفيا الانسان متدغدغ، تعبان قوي بصراحه، مش نايم غير ساعتين من امبارح، 3 مثلا، واليوم كله طحن 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 طحن. لو لسه فيك حيل تعال اقولك تعمل ايه. القاهرة القديمة، حي الجمالية والحسن والحسين وشارع المعز، بالنهار ليه اجواء وبالليل ليه اجواء تانية خالص. فالحالتين هتكون ماشي ما بين مصر القديمة والتاريخ اللي على المباني اللي هناك، وما بين الاجواء والثقافة للاجيال الجديدة الزهرة في لبسهم، مشاعرهم، طريقة تعبيرهم عن الفرحة، كفاحهم من اجل حاجات ما نعرفش عنها حاجة. حاسس بحنين لاجواء زمان. يمكن لو كنت زمان كنت احس بحنين للوقت الحاضر، مش عارف، بس حاسس ان الانسان ما بيعجبوش حاله. لو انا كنت هناك كنت ابقى عايز ابقى هنا، ولو انا هنا عايز ابقى هناك. على العموم يعني، هتروح بالليل في كافيهات واجواء لذيذه بيعملوا حفلات، ولكن خدوا بالكوا عشان الاسعار هناك يعني بيكون مبالغ فيها شويه شويتين ثلاثه. فشوفوا المنيو الاول. واشهرهم كافيه هناك هو ابو العربي بتاع شارع احلام العصر. الحجز فيه ب300 للحفله، وتقريبا ده مش الاغلى يعني، ده من المتوسط، بدون اي مشروب، عباره عن رقص غوريلا بقى وتنوره، حاجات عاديه يعني، الحاجات اللي عارفينها اللي هي بتتعمل في الافتتاحات بتاعت المحلات دلوقتي دي. في حاجات اقل من كده هناك، من اول 100 جنيه برضو
ممكن دخول، ولكن في اغلى من 300 اللي هو بدون اي مشاريب، ولازم تبصوا على المنيو علشان ما تتخضوش. الحفلة في الكافيه اللي هو ابو العربي ده كانت بتبدأ من الساعة 9 تقريبا، ممكن في الصيف تبدأ بدري شوية 8 ممكن يعني. ما عندكش طاقة دلوقتي انا عارف، خلاص خلصت، بس لو عندك يعني وحبيت تنزل، انزل اتمشى في وسط البلد بالليل، الاجواء زحمة بس حلوة. اشتري ايس كريم، كل ذرة، في مطاعم كتير ممكن تاكل منها برضو. للاسف يعني كل معظم خروجاتي الفترة دي كانت في الصيام، فانا صايم فاكلت كشري. وفي كمان اكتر من سينما لو حابب تتفرج على فيلم، واسعارها هناك مش بتكون غالية قوي يعني. وبيكون في حفلات في التوب روف في وسط البلد، دي بتكون رايقة جدا. كان نفسي احضرها ولكن صحيت متأخر، وكان تاني يوم انا مسافر مش هينفع اقعد تاني. دي بتكون بمواعيد معينة يعني، جمعة وسبت تقريبا. صباح الفل. عارف المكان اللي انا رايحه صح؟ لا مش عارف فين بالظبط عشان ما اكذبش عليك. هو دير سمعان الخراز اللي هو في المقطم. دير سمعان الخراز هو واحد من الأديرة المنحوتة في قلب الجبل حرفيا كلها، حتى النقوشات اللي مرسومة منحوتة نحت على الجبل. بداية بناء الدير وتطوير المغارة اللي كانت موجودة هنا كان سنة 1974. الدير هنا بيضم أكتر من 7 كنايس أو 7 كنايس تقريبا، وأكبرهم هو كاتدرائية العذراء والقديس سمعان، بتشيل لحد 20,000 بني آدم أو مصلي. زي ما انتم شايفين كده. لو عايزين فيديو كامل مفصل عنه على القناة هنا على اليوتيوب قولولي، وإن شاء الله نعمل لكم فيديو كامل عن الدير ده. وبجانب الجانب الروحي اللي موجود هناك في الدير، في منطقة للأنشطة اللي هي منطقة ماريو هايروبس. دي منطقة مليانة ألعاب تعلي الأدرينالين حرفيا، كلها اكتيفيتي في قلب الجبل زي ما انتم شايفين كده. يعني أنا كنت مبسوط جدا جدا بالتجربة دي. أنا أعمل فيديو كامل هسيب لكم اللينك من الآي اللي هتظهر فوق هنا دلوقتي. ادخلوا اتفرجوا وقولوا لي عجبكم ولا لا، ولازم تجربوا التجربة دي، هتتبسطوا فيها جدا جدا جدا. وبعد بقى ما هنتعب شوية ونفرهد شوية في موضوع الماريو هايروبس ده، في موجود في الدير هناك يعني زي مطاعم بسعر مخفض جدا، فيها كل حاجة. لو انتوا كريستيان وصايمين ففي هناك كل حاجة سيومي تقريبا، بنيت سيومي انا جربته كان تحفة قوي. الاجواء هناك حلوة مريحة، الديكوريشن بتاع المكان اللي هو مبني في الصخر والجبل، الحاجات دي تحفة قوي قوي قوي. لازم تروحوا وتخوضوا التجربة هناك. بس دي كانت رحلتي النهاردة، متنسوش تعملوا لايك علشان ده بيساعدني ان انا اكمل في المحتوى ده. سلام، اشتراك في القناة عشان عايزين نوصل 1000 مشترك.